أعزائي المشاهدين متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم مع المواطن. كيف ما عودناكم مشاهدينا الكرام خلال برنامج مع المواطن اللي كنناقشوا فيه كنعالجوا فيه قضايا وهموم المواطنين. مشاهدينا الكرام، تتبع القضية الرضيع يونس العلاوي استجابة لطلبات العديد من المغاربة واللي ألحوا علينا بقوة على أننا نواكبوا الملف مع الأب سي عبد الناصر اللي هو الأب ديال الرضيع يونس العلاوي اللي اختفى في واحد الظروف جد أقل ما يقال عنها إنها جد مأساوية. يونس العلاوي اللي تينحدر من مدينة زاكورة، فهو رضيع لا يتجاوز السن ديالو سنة و3 أشهر. أقول سنة و3 أشهر. مشاهدينا الكرام، الرضيع يونس اختفى في واحد الظروف مأساوية. هذه القضية هذه اللي هزت الرأي العام يعني بمدينة زاكورة، سواء الرأي العام المحلي ولا الرأي العام الوطني. تابعونا مشاهدينا الكرام يعني آخر مستجدات هذه القضية هذه مع الأب سي عبد الناصر. سي عبد الناصر، مرحبا بك معنا مرة أخرى في مكتبة الأنباء المغربية. عزاؤنا واحد باسمي وباسم المغاربة كاملين، كنقدم لك خالص الوعزاء سي عبد الناصر، الله يصبرك. ومرة أخرى الله يرحم الابن ديالك اللي هو السي يونس، الله يرحمه ويرجعوا له ان شاء الله طير من اهل الجنه يا رب. سي عبد الناصر، عاود لي على ذاك النهار المشؤوم. السلام عليكم. بالله كنشكرك مرحبا سي البشير على الحضور ديالك. كنشكر جميع الصحافه على المؤازره ديالهم، كنشكر جميع المغاربه. ذاك النهار لا يكتبوا على شي مسلم ولا غير مسلم. نهار 1 في شهر 3 اختفى الابن ديالي. انا كنت مسافر حتى تنتلقى الخبر بحال الصاعقه. حسبي الله ونعم الوكيل في هاد الناس هادو اللي داروا في هادشي، وداروا كاع في الجنوب الشرقي. هاد الحاله هادي خاصهم، هاد المجرم هذا خاصو ياخذ العقاب ديالو وضرب بيد من حديد. كل من سولت لنفسه انه يدير بحال هاد الجرم هذا. سي عبد الناصر، في السن ديالك تقريبا 30 سنه تقريبا، شحال ديال الوليدات عندك وشحال دابا باش تزوجتي؟ عندي بنيه عندها 4 سنين، والوليد يونس الله يرحمه يوسع عليه في هذا النهار. وتزوجت انا في كورونا 6 سنوات تقريبا. 6 سنوات اخويا، ولله ما اعطى ولله ما اخذ. الله يصبرك مره اخرى سي عبد الناصر ونعم الوكيل. هاد الناس هادو تجردوا من الانسانيه ديالهم، والله غياخذ لي حقي، سواء خديتو هنا ولا ناخذو غدا قدام الله. انا ما عمري نسمح لهاد الناس هادو، راه لمونا وعذبونا لحد الساعه، راه باقيين تنعانيو. الاب ديالي في زاكورة باقي خايف، درنا الكاميرات. الاخ ديالي حتى هو خايف على وليداتو، ما عمرو خدم. حسبي الله. نصر، قبل ما ندخل في موضوع وتفاصيل الواقعه، انت فين كنتي ذاك النهار اللي اختفى فيه يونس وكيفاش اختفى؟ حسب يعني المعلومات اللي وصلوا لك الدار فاش جيت انت، ربما كنتي مسافر يعني مناطق ديال الجنوب الشرقي، ربما في المناطق ديال الجنوب النواحي الصحراء. كيشلا. عاود لي كيفاش وقع في ديك الواقعه، شنو وقع بالضبط؟ انا كنت خدام في تيشلا بخير وعلى خير، خدام مع واحد الشركه، حتى تنتلقى الخبر من الاخ ديالي الصغير انه اختفى الابن ديالي. تعادوا معايا دوك الناس الله يرحم لهم الوالدين. جيت بصاعقه طاحت عليا، لا يكتب على شي مسلم. جيت يعاودوا لي بان الدري كان حدا الباب، كان تيلعب هو اختو. دخلت الاختو، خرجت الام ديالو ما تلقاتو. كان تيلعب هو الاخت ديالو اللي هي البنيه ديالك اللي عندها 4 سنين. هي البنيه ديالي اللي كان عندها 4 سنين. فين كانوا كيلعبوا قدام الدار اخويا، كاين كيلعب. حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الانسان هذا اللي دار فيا هاد الشيء جرد من الانسانيه ديالو، وكنطلب من السلطات ان تاخذ لي الحق ديالي، الحق ديال الابن ديالي، حيت هادشي ما بغيناش يتكرر في المغرب ديالنا ولا في الجنوب الشرقي، حيت دازو حالات وتنساو. حنا ما بغيناش هاد الحالات تعاود تكرر، حيت راه هي صعيبه ومابغاش يحس بها غير اللي دازت عليه واللي فات مجرب، ولا لا يكتب على شي مسلم ولا غير مسلم كاع في المغرب ولا غير المغرب. كنطلب من المغاربه يدعوا معايا. انا ما جيتش لهنا لكازا باش ندور ولا جبت المراه ديالي باش تعالج. درنا النداء لوزاره الصحه
بانهم يعطونا شي طبيب نفساني للعائله ديالي. العائله ديالي دابا راه خليتها راه باقيه مريضه في زاكور، باقيه مرض. انا جيت جبت المراه ديالي تعالج هنا، الوالد ديالي في حاله يرتلى، الاخ ديالي، العائله ديالي، حتى العائله ديالي هنا في كازا وعانوا معايا، هبطوا جوج المرات وطلعوا واش عندهم ولا ما عندهمش، ساكن حتى هما عانوا معايا. هاد الدري مسكين راه هبط جوج المرات لزاكوره، هبط حيت تنبحثوا عاود هبط الدروك، حيت تلقينا الخبر بالوفاه ديال الابن ديالي، الله يجازيهم بخير. واخا البلاصه اللي هي زاكوره شحال باش بعيده البلاصه فين كنتي خدام انت؟ بعيده بواحد 1800 ولا 1000 كيلومتر. ولا هذه الطريق درتي فاش تلقيتي الخبر وتميتي راجل؟ يومين ديال الطريق، ورغم ديالك بالطياره ويومين ديال الطريق، يومين ديال الطريق. كون بغيت نجيب في السياره راه خاصني واحد 4 ايام ديال الطريق باش نوصل. حسبي الله ونعم الوكيل. جيتي ضربتي هذيك ديك الطريق كلها، وصلتي لزاكوره، خد الدوار ديالكم بالضبط، تلقيتي كيفاش؟ عاود لي كيفاش لقيت؟ جيت انا بلا نعاس 3 ايام. شنو هو 3 ايام ما عمري نعست؟ داك النهار اللي جيت مشيت تنقلب، في ذاك الليل مشيت تنقلب انا في الحسيان مشيت تقلب وفي السواقي داير الضو ديالي وكنقلب، كنمشي هنا ونجي هنا. ما سهلاش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الناس هادو الله ياخذ فيهم الحق. دخلت الدرك الملكيه، السلطات المحليه الامنيه دخلوا على الخط. الدرك الملكي، السلطات، سعاده القايد، رئيس الدائره، سعاده العامل، حتى هو جا عطى التعليمات ديالو، داروا البحث ديالهم، داروا المجهود ديالهم، ولكن لحد الساعه راه باقيين مألمين. بغينا احنا شي نتيجه تبان لينا، شي حاجه في التشريح داز نهار 13 الشهر، لحد الساعه باقي ما وصلتني حتى معلومه. الابحاث حتى حاجه ما توصلنا ليها. واخا سي عبد الناصر، ابتداء من يوم الاختفاء حتى النهار الواقع، حتى النهار اللي تلقى فيه الطفل الرابع، شحال ديال الوقت؟ حتى اللي في نهار تلقى 10 ايام 10 ايام كلها بحث، كلها بحث، كلها بلا نعاس، كل نهار تفيق المرأة ديالي كتقول لي دروك يحطوا لي انا، وانا كان عندي الامل ان نلقى الابن ديالي حي، ولكن لله ما اعطى ولله ما اخذ. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قلبوا الناس الدوار، الناس المنطقه، كل شيء ضامن، كل شيء قلب، كل شيء قلب. جاو الكلاب المدربه قلبنا ما خلينا حتى قن. استعملوا على سمعت الطيارات الدرون. ديك البلاصه فاش تلقى الابن ديالي دازوا فيها الكلاب المدربه، دازوا فيها الناس، ما كاين ليش الاثار، ما كاينش ليه الاثار. حسبي الله ونعم الوكيل. البلاصه اللي تلقى فيها السي عبد الناصر، اللي بدات تلقى فيها الرضيع اللي هو الولد يونس الله يرحمه ويوسع عليه جد عليه الرحمات، شحال باش بعيد على المنزل ديالكم؟ واش يمكن يونس يتمشى في هذيك البلاصه، ولا كاين طريق شويه واعره وكاين الجبال كاين؟ مستحيل ان الابن ديالي يمشي حتى لديك البلاصه، على رجلي انا في هذا السن هذا، وصعيبه عليا باش نمشي انا لديك البلاصه، لانه باقي يرضع. باقي كيرضع الابن ديالي، باقي كيرضع عام و3 شهور، يلا بدا كيرمي الخطيوات ديالو. مستحيل انه يوصل لديك البلاصه. انا بزاف باش مشيت لديك البلاصه هذيك 2 كيلومتر، ماشي سهله. 2 كيلومتر ديال الطريق، يعني واحد كبير، ديال واحد كبير. 2 كيلومتر صعيبه تمشي ليها. والناس راه قلبوا في هذيك البلاصه اللي تلقى فيها، ديك البلاصه اللي تلقى فيها، دازوا في الساقيه، دازوا في كل شيء، وما كاينش ليه الاثار. حتى النهار العاشر عاد تنتلقاو الخبر بانه كاين تما. حسبي الله ونعم. نهار العاشر شكون اللي لقاها السيد؟ لقى شي واحد من داك الدوار ديال تيتسي. انا ولد المنطقه وتنعرف تما مزيان المنطقه، عارف يعني المسافه الفاصله وحتى الطريق، يعني باش يمشي الدري ولو انه كاع يكون كبير صعيب عليه باش يلحق ديك البلاصه. صعيب وصعيب الواحد يوصل لديك البلاصه. هاد الناس هادو راه تجردوا من الانسانيه ديالهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، مراه ولا رجل ولا اي واحد كان، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني اللي بغيت تقول يونس ما كانش في هذيك البلاصه قبل، دارت مشيت ديال المنطقه. لا كلشي قلب هذيك البلاصه، قال لي حتى الناس دازوا تما، ما خلينا حتى بلاصه قلبناها، ما خلينا حتى بلاصه. وكنشكر المغاربه على التضامن ديالهم، على المؤازره ديالهم، كنشكرهم بزاف جزيل الشكر. وخارج المغرب نصره الله وعياده، والاسره العلويه حتى هي نصرهم الله. بغيتهم يوصل لهم هذه الفاجعه هذه فاش عايشين حنا.
راه باقيين مألمين وباقيين كنعانيو لحد الساعه، راه باقيين كنعانيو. الاسره ديالي هنا باقي كتعاني، الاسره ديالي باقي كتعاني، ولينا خايفين. دورنا الدار كامله بالكاميرات، والاخ ديالي باقي خايف على وليداتو، باقي مقابلهم، ما عمرو مشى خدم، ما عمرو دار. انا لحد الساعه باقي مع المراه ديالي كنجري. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق اخويا، الله ياخذ الحق. ما سهلش عليك. لا واخا الحاله ديال الزوجيه ديالك كي دايره؟ حاله يرثى لها. حاله ديال الزوجه ديالي ما لقيت ما نقول لك. حاله اللي يكتب على شي مسلم، مصدومه، وكل مره كتقول لي الابن ديالي باقي ما عرفتش شكون هذا اللي دار فينا هادشي، واش قريب ولا بعيد ولا. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الانسان هذا الله اللي غادي ياخذ ليا حقي فيه. وكنتمنى من السلطات حتى هي دير المجهود ديالها ونلقاو هذا المجرم هذا. بغينا هذه الحاله ما تلاش تكرر. دازو حالات وتنساو. كون انه ديك النهار اللي تبطرات اليد في شي مستشفى في زاكوره وتلقى داك السيد ولا السيده اللي داروا هذاك الجرم، ما غاديش تعاود تكرر، ما غاديش تعاود تكرر. وإلا ما تلقى هذا المجرم هذا ولا هاد المجرمين هادو، راه غتعاود تكرر حاله وحاله وحاله. ما عمرنا غادي نوقفوا في هذا الحد هذا. هذه الفاجعه هذه راه ألمت المغرب كامل، كما ألمتني انا والاسره ديالي خاصه، راه ألمت المغرب كامل. والله ياخذ الحق، والله ياخذ الحق. وبغيت هذه الرساله هذه توصل لجميع المغاربه، وكنشكرهم على الدعاء، يدعوا معنا بالشفاء ويدعوا مع الاسره ديالي كامله. الله يجزيكم بخير حتى نتوما على الحضور ديالكم، هذا واجب، والتلبيه ديال الطلب ديالنا. الله يجزيكم بخير، كنشكركم بزاف بزاف. هذا واجب. السي عبد الناصر، واش واحد السؤال، واش عندكم يعني تنعرف الناس المنطقه ناس مسالمين، خاصه نتوما؟ انا كنعرفكم عن القرب، ماشي ما كنعرفش المنطقه، انا ولد المنطقه وكنعرف الناس تما، كنعرف يعني الطبع يعني ديال الناس تما والمعامله ديال الناس ديال الخير صراحه. ماشي حيت بلاد ديالي، ولكن المغرب كامل كيعرفوا الناس ديك المنطقه. ما عندكمش شي نزاع مع شي حد؟ شكيتو في شي حد؟ عاود يا سي عبد الناصر. انا مع الاب ديالي ولا الاب ديال اب الجميع، دارنا ديما محلوله للناس. اي واحد يمشي يسول علينا في المنطقه كامله، ما عندنا عيب حد ما عندنا عيب. ناس الكرم الحمد لله والشكر لله، وكاع المنطقه راه ناس الكرم وناس الجود. والدوار ديال المجاور ديالنا كلشي كتعرفنا، كلشي كتعرف بن على الله. بحال هكا كينادوا عليه الاب ديالي من القصب، معروف على المنطقه، على الصعيد الاقليمي ديال زاكوره كامله معروف. والحمد لله على كل حال، الحمد لله. واخا عبد الناصر عرفتك متألم، ويعني صراحه ربما حتى في التواصل غير الله يكون في عونك بصراحه. الابحاث فين وصلت؟ لحد الساعه باقي ما توصلنا حتى خبر. الابحاث راه غاديه، وكنشكروا الدرك الملكي والسلطات، راه قايمه بالواجب، راه كاين الابحاث، ولكن بغينا القلب ديالنا يرتاح شويه. التشريح باقي ما عرفناش ولدنا باش شنو وقع ليه، شنو طرا ليه، واش كل ولا ما كل، واش كيطرى الابن ديالي، وشكون هذاك اللي حطوا لي اسم. هذا تيدل على ان شي واحد عارف المنطقه وحافظ المنطقه وعارف السقابي لان ديزا قدام الدار عندي. فعل الفاعل هذا بفعل الفاعل. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. الله غياخذ لي الحق ديالي. واخا دابا المراه كتشافى شنو؟ المراه ديالي غاديه ان شاء الله في تحسن، ولكن صعيبه بزاف، صعيبه عليا. الاب ديالي انا مسكين حتى هو تيعاني. الام ديالي انا خليتهم في البلاد تما، راه مساكن. الله يسمح لنا من حق الوالدين وصف. الله يسمح لنا من حق الوالدين، الله يسمح لنا من حق الوالدين. الله يسمح. الله يصبرك اخويا. امين امين. الله يرحم والديك، جزاك بخير. الله يرحم والديك. مشاهدينا الكرام، ماشي سهل ان اب كيحكي بهذه الطريقه على الابن ديالو. والله مشاهدينا الكرام، يعني بكل صراحه بكل صدق، انا بجانب ديالي يعني عبد الناصر الاب ديال الرضيع يونس اللي توفى في ظروف غامضه. الله يصبرك سيدي الناصر، الله يصبرك، الله يصبرك، والرحمه والمغفره. امين. الرحمه والمغفره ان شاء الله ليونس. مشاهدينا الكرام، والله يعجز اللسان على الحديث في هذا الامر هذا صراحه. انا ابن المنطقه وتنعرف الناس تما وتنعرف الكرم ديالهم والجود ديالهم. كانت قضيه سابقه صراحه، وهذا
امر يحز في النفس ان الحدود اللحظه العديد من المشاكل اللي كان وقعت يعني مثل هذه المشاكل هذه وما تلقاش الحل ديالها. فقبل يعني ما ندوز الابن العام ديال السي عبد الناصر اللي غادي نعاود ناخذ معاه واحد جوج دقائق حتى هو في الموضوع، يعني ما ننساش انني نطلب المغاربه كاملين يهزوا يديهم الله عز وجل ويطلبوا بالرحمه والمغفره للرضيع يونس العلاوي، وكذلك الصبر للاب ديالو اللي هو عبد الناصر العلاوي، وكذلك الزوجه ديالو اللي هي كتعالج، يعني كانت اصيبت بصدمه وجاب مسكين لزاقو للدار البيضاء باش يشوف لها شي طبيب نفسي على الاقل يعني تحسن الحاله ديالها. فرجاء انتم رجاء المشاهدين الكرام هزوا يديكم الله عز وجل ودعيوا مع يونس العلاوي بالرحمه والمغفره، وكذلك دعوا مع الاسره يعني من الكبير حتى الصغير بالصبر، الله يصبرهم والله يرزقهم يعني الصبر والله يرحم الرضيع. السلام عليكم سي توفيق، انت ابن العم ديال سي، انت كنتي في المنطقه الوقت هذاك اللي اختفى يونس؟ انت ما كنت في الدار البيضاني هنايا، وملي سمعت الخبر هوتو لي نيت هنا في الدار، قال لك راه ولد عمك راه ودي راه اختفى، يلاه بينا نهبطوا للبلاد. جيت هنايا للدار دغيا ديك الساعات، ما قلت هضرت مع صحاب الخدمه ديالنا قلت لهم راه خصني نمشي ضروري، قال لي صافي سير ملي اختفى لكم الدري سير صافي. وانا نجي هنا ركبنا في الطوموبيل مشينا هبطنا للبلاد. ديك الليله فطرنا وحنا شدوا الطريق مشينا تمايا، نيت كان حتى الدري هذا ولد عمي كان سابقنا ديك الساعات، كان ديك الساعات هو واش مشى في الطريق ديك الساعات، حيت هو وصل الصباح حنا وصلنا بالليل، الغد ليه بالليل وصلنا تمايا لقينا الناس كلشي كيقلب، كلشي اللي مرونه عليهم نيت ديال بصح. بقينا حنا حتى حنا نيت تنقلبوا، مشينا للجنانات كدا ما لقينا حتى حاجه، ما كاينه حتى حاجه. جاو تما كاينين الدارك، جاو كلشي كيقلب، مشينا نيت الناس ديال الدوار السلطات المحليه الدرك الملكي الدرون اللي كاين بالمدن كلشي. حنا مشينا اصلا حنايا قلنا حنا ناخذوا واحد الخطوه، قلنا زعما نمشيو نسبقوا، قلت ليه الاحداث نمشي نشوفوا الا بانت لينا شي كاميرا غاديه كاينه في الطريق ولا شي حاجه. مشينا لقينا واحد الكاميرا اللي مشينا رجعنا التاريخ وسميتو اصلا كانت مضبه ما بيناش. مشينا للدوار الاخرين بغينا نشوفوا كاميرات ما لقينا حتى حاجه، يعني ما وهو الناس ما كيديروش الكاميرات بزاف لان كاين حتى كاين الامان، ما يمكنش بنادم غادي يدير كاميرا حيت عارف كلشي الناس بيناتهم تمايا معروفين، ما كاينش شي واحد تيتجرأ على واحد ياخذ ليه شي حاجه ولا يهز ليه شي حاجه، يعني بيناتهم تما واحد الرحمه والموده، يعني كلهم خوت. ما يمكنش شي واحد يجي يقول لك لا انا هذا ولد هذا بحال ولده بحال يعني بيناتهم بحال الخوت. ما يمكنش يقول هو يتوقع شي نهار انه يقول غادي يقدر ولدي يتختطف يتهز من فم الباب ولا شي حاجه. البيبان ديما محلولين تما الديور بحال دخول ما كيسدوش البيبان. حنا ديما محلوله، حنا الدار ديالنا ديما محلوله، البيبان كاملين لا كاين عندنا 3 البيبان في الدار وكلهم محلولين، يعني ما يمكنش. والدراري حنايا فسميتو كيكونوا خدامين في القصب تما الفوق، والدراري اللي كانوا كيلعبوا فيهم الباب يعني راه كيشوفوا فيهم، وهذاك اللي جا هزو راه يكون جا من الساقيه بعد الداه ومشى مع الساقيه، وحدا عمي حتى مشى للجامع عاد جا هو. يعني حسب التحليل ديالك انت الدري تهز من الدار من الدار تستحيل انه يمشي هذيك المسافه كلها. ما يمكنش حيت كاين الساقيه فيها القصب هكا مشابك بحال هكا، يعني ما يقدرش الدري الصغير يدوز مع ديك، يعني الا كان شي واحد هازو داه، حيت صعيبه بزاف. وحنا عاوتاني مجينا عاودنا طلعنا فينا ملي لقينا ما كاين حتى حاجه، عاودنا طلعنا لكازانيا جينا للدار البيضاء، وعاوتاني ملي قالوا لنا راه لقاتو راه لقينا الدري الساقيه، عاودنا رجعنا ديك الساعه عاوتاني للبلاد، عاودنا هبطنا للبلاد لقينا الناس كلشي مأطره كلشي مرونه الدنيا. انا نيت مشيت للسبيطار، مشيت لعند قلت لهم بغيت نشوف الدري داك اللي مات، جيتو نيت ميت خرجوه من شفتيه شفتو مسكينه كامله الحاله ديالو كي داير ضعيف مسكين كامله وكلشي العظام ديالو باينين بحال هكا، وشت فيه بحال شي الدم بحال هكا هنا في الصدر ديالو، غير هو ما فيه لا جرحه لا ما فيه لا ضربه لا عنف لا عنف لا حتى حاجه، الدري ما بيه حتى حاجه، ولكني شت فيه الدم انا في صدرو، مناش خارج داك الدم الله اعلم، العلم لله. انا ما نقدرش نقول شي حاجه نقول راه داروا لي شي حاجه ولا شي، الله اعلم. كيبقى القرار عند اصحاب التشريح. نعم حيت هما اللي غادي يقدروا يقولوا لك اشنو كاين، داك الدم مناش ومناش خرج منه. النتائج ديال التشريح ما كاين حتى حاجه لهاد الحد الان، باقي ما كاين حتى حاجه. كيسولوا الدراري ولد عمي نيت وداك الشيء كيسولوا
الجندارم وكذا وما كاين حتى حاجه. قال لك باقي ما كاين حتى حاجه، يعني ما كاين في هذا التشريح هذا اللي تعطل قدامكم. ما فهمتش شنو السبب، واش كاينه شي حاجه اللي ثقيله بزاف اللي ما نقدرش اللي عاقتهم باش يكونوا هاد التحريات يكونوا تقالوا على كل كانت شي حاجه سريه الله اعلم، العلم لله. عاوتاني ما نقدروش ندخلوا حنا في الخدمه ديالهم، حيت هما اللي غادي يعطوك القرار الصحيح. واخا الحاله ديال الاسره والعائله، الحاله ديالهم يرتاح مع مساكن محنين. الام ديال الطفل راه مسكينه، راه محنه بزاف، محنه مسكينه بزاف. عرفتي راه مسكينه، راه كتجلس على الخضره وتبدا هذيك الساعه اللي كنا حنايا تما راه كتمشي كتبدا تقلب الخناشي ديال الزبال كذا وتدور في الجناب ديال الديور، تقول لهم راه ولدي كاين هنايا، تفيق لهم بالليل تقول لهم ولدي كيبكي. يعني واحد الحاله دازت بها مسكينه، راه صدمه بزاف. عرفتي راه تمحنه ديال بصح. والله ياخذ فيهم الحق. هاد الناس هادو داروا هاد الناس هادو كامله، خلوهم كامله دوك الايامات كامله مرض، وعاد فين ملي لقاو عاوتاني زادوا مرضوا اكثر، داروا الروينه الروعه في الروينه. عرفتي راه حنا دابا لحد الان حنا ياك في الدار البيضاء هنايا كنشدوا ولادنا دابا كنقولوا لهم دخلوا للدار، دابا كتبغي تخرج خصك تخرج مع ولدك. يعني داروا الرعب كما ماشي فيها في السكينه ديال الزاكوره، يعني كامله العالم كلشي ولا حاضي مع ولادو، كلشي دابا كيشد ولدو يديه للمدرسه يجيبو يبقى حاضي، ما تخرجش برا، ما تهضرش مع هذا ما تهضرش مع هذا. يعني داروا واحد الرعب في المغرب كامله، مرضوا الناس كاملين، خاصه المنطقه ما كانش متعود على هذاك الشيء اللي وقع فيها. دابا الناس ولاو عايشين الرعب خلال هاد الحوادث اللي وقعت مؤخرا بزاف. عرفتي راه ولاو الناس كلشي ولا دابا مرضوا ديال بصح. عرفتي راه ولاو عباد الله حاضين مع دابا ولاو حتى كيشوفوها بنادم غادي عادي ما كيتيقوش فيه، تيوليو شاكين في كلشي، اي واحد تتشك فيه. ودابا عميني ترى دار الكاميرا حتى هو في تما في الدار ديالو وداكشي، هادشي ما عمرو كانش. حنا والله الا كنا ديك الساعات كنبقاو نلعبوا برا، كنا صغار كنلعبوا حتى لاش نقيته بالليل، تتفوت العشاء وحنا كنلعبوا برا، وما كاين اللي يسول فيك، لا عمك لا حتى حاجه. وين كان الامان، ما كان حتى حاجه من هادشي. ودابا كنشوفوا هاد الظاهره هادي، عرفتي راه روعاتنا ديال بصح مرضاتنا ديال بصح. حنا والله الا ديك الايامات والله ما كنعسوا بالله، كنبقاو كنشوفوا راه الدري امتى يطلق. انا وليت تنحلم به والله الا كنحلم به. الله يصبركم مره اخرى توفيق. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا كانت هذه التفاصيل الكامله او القصه الكامله ديال اختفاء الرضيع يونس العلاوي. صراحه حاله استنفار قصوى وقعت في منطقه زاكوره، حاله استنفار قصوى اقول، يعني كل شيء مجند من اجل الوصول يعني للحقيقه او الوصول للرضيع يونس حي ماشي ميت. السلطات المحليه، الدرك الملكي، يعني الكل الناس ديال الدوار، الناس ديال المنطقه، كل شيء كيقلب، كل شيء ضمن مع الاسره مع هذه العائله ديال عبد الناصر العلاوي من اجل العثور على الرضيع يونس العلاوي. كان الامل ديال الاسره وكان الامل ديال الجيران، كذلك الامل ديال السلطات المحليه والدرك الملكي، سلطات امنيه قضائيه، الكل متجند من اجل العثور على يونس العلاوي، الرضيع يونس العلاوي حيا ليس ميتا. فللاسف الشديد ان بعد 10 ايام من الاختفاء تلقى الرضيع يونس جثه هامده في واحد يعني تنقولوا حنا بالدارجه ديال المنطقه الساقيه بمنطقه تيدسي، واللي كتبعد ب2 كيلومتر على الدوار ديال السي عبد الناصر الاب ديال الرضيع يونس العلاوي. ومره اخرى مغاربه هزوا يديكم الله عز وجل، دعيوا بالرحمه وبالمغفره وبالصبر لهذه الاسره هذه اللي هي اسره مكلومه. لا زالت الابحاث جاريه على قدم وساق، السلطات الامنيه، الدرك الملكي، الكل دخل على الخط من اجل الوصول للحقيقه، لكن لازم تضافر الجهود، لان كانت قضايا سابقه. كان يعني واحد الرضيع في مستشفى الاقليمي بمدينه زاكوره اللي كانت تقطعت ليه يديه، رضيع في مستشفى تقطعت ليه يديه لحدود اللحظه. الابحاث مازال ما تماتش، مازال الابحاث ما كايناش، الابحاث غاديه ولكن يعني النتيجه النهائيه ما كايناش. كذلك كانت يعني قضيه الطفله نعيمه الروحي لحدود اللحظه التحقيقات جاريه ولكن نتائج صفر. فهذه رساله رجاء ثم رجاء السلطات الامنيه بمدينه زاكوره، الدرك الملكي بمدينه زاكوره، كتفوا الجهود ديالكم من اجل الوصول الى الحقيقه. فالاسره مكلومه، الرضيع يونس الله يرحمه ويوسع عليه، ولكن النتيجه ديال الابحاث لا زالت الاسره تنتظر.
الاسره ديال يونس العلاوي الله يرحمه لا زالت تنتظر الابحاث النتائج، فيونس مات الله يرحمه، الاسره مكلومه. اين هي الابحاث؟ السلطات الامنيه والدرك الملكي بمنطقه زاكوره، السلطات الاقليميه عندها من الوسائل اللوجستيكيه التقنيه العلميه ما يكفي. فكما قال زميلي يوسف لازم تدخل يعني الشرطه يعني الفرقه الوطنيه للدرك الملكي على الخط من اجل الوصول الى الحقيقه. ما بغيناش يعني الروح ديال اولا الرضيع يونس يمشي هباء منثورا، كيف ما مشات نعيم الروحي الابحاث صفر، كيف ما مشات يعني كذلك الرضيع اللي توجد يدي مقطوعه بمستشفى الاقليمي مدينه زاكوره النتائج صفر. فرجاء ثم رجاء في هذا النداء كما السي عبد الناصر العلاوي كيوجه نداء صاحب الجلاله والاسره العلويه الله ينصرها من اجل الوقوف على هذه المفاده ديال يونس العلاوي. ما بغيناش الابحاث تمشي هباء منثورا، ما بغيناش الروح ديال يونس العلاوي تمشي مهب الريح، بغينا نتائج ملموسه، بغينا معاقبه الجنات. فهذا هو اللي كينتظر العائله وكذلك المغاربه كاملين باش ما يكونش واحد الرعب يعني في منطقه زاكوره. فمره اخرى مشاهدينا الكرام يعني اعتذر يعني على هذا الانفعال هذا اللي خارج على الاراده صراحه. كتشوف الاسره الوضع الصحي ديال الزوجه ديال عبد الناصر العلاوي اللي هي الام ديال الرضيع يوسف الله يرحمه ويوسع عليه في طريحه فراش تعاني من يعني صدمات نفسيه، ازمات قلبيه ونفسيه كذلك، فهي طريحه فراش كتعالج عند واحد الطبيب نفسي. فمشاهدينا الكرام نتمنى من الله عز وجل مره اخرى نزيدكم من الله عز وجل دعوا مع هذه الاسره هذه يعني بالصبر، ودعوا مع الرضيع بالرحمه والمغفره، كذلك اللي عنده باش يساعد الاسره، اللي ما عندوش على الاقل يزيد يدعي الله عز وجل ويدعي. ومره اخرى ف يعني الابحاث جاريه كما تنقولوا، املنا تكون نتائج ليا ايجابيه ماشي نتائج سلبيه وقع كما وقع في قضايا سابقه. على امل اللقاء بكم مشاهدينا الكرام، مبقي الان غير ودعكم، استودعكم الله والسلام عليكم.